اليوم رح نحكي عن اشخاص كانوا يعتبروا من اشهر اليوتيوبرز بالوطن العربي، ولكن فجأة اختفوا وبشكل نهائي. فبهذا الفيديو رح نتعرف على هدول اليوتيوبرز ورح احكي لك ايش هو السبب اللي خلاهم يختفوا. اول يوتيوبر عنا يا لليوم اللي هو انس اسكندر. فيقول لك المثل مع البرد عبي كرشك في الفطور تجيك طاقة النمور. انس اسكندر كان يعتبر واحد من افضل صناع المحتوى بالوطن العربي، محتواه كان عباره عن خليط بين محتوى جو حطاب بالاضافه لشويه تحديات وشغلات تانية كتير كانت حلوه، وهذا الانسان انشهر بسبب عفويته مع الكاميرا بالاضافه لفيديوهاته اللي كنت تحسها فيلم، لانه بوقت اليوتيوب ما كان فيه كتير اديت، ما كان فيه كتير مونتاج، ولكن انس كان يشتغل على الفيديوهات بشكل خيالي. فبفتره كتير قصيره له على اليوتيوب قدر يوصل ل 3 مليون مشترك، بالاضافه انه اي فيديو كان بينزله كان بيجيب فوق ال 3 مليون مشاهده. ولكن مع الاسف هذا الموضوع ما كمل، لانه انس بسنه 2019 نزل اخر فيديو له على اليوتيوب، ومن بعد ما عاد حدا سمع عنه اي خبر. بس من بعد بحث كتير كبير بالموضوع قدرت اعرف انه انس اعتزل اليوتيوب لحتى يروح يبلش يقدم برامج تلفزيونيه. الحين قاطع اليوتيوب. اعتزلت خلاص. اعتزلت اليوتيوب رسميا. اي هلا بصراحه انا ما فيني الومه على الخطوه اللي هو سواها، ولكن الموضوع ما كان منطقي، لانه انت اليوم يوتيوبرز عندك ملايين المتابعين، عندك ملايين الاشخاص بيحبوك، بالاضافه انه انت عندك ملايين المشاهدات، فشركه يوتيوب نفسها قاعده بتدفع لك الاف الدولارات، فقناه مثل قناه انس بكل سهوله قاعده بتجيب فوق ال 10000 دولار شهريا. فوين المنطق بالموضوع انك انت تترك قناه مثل هي وتروح لحتى تصير تقدم مقابلات ببرامج ما حدا سمعان فيها اصلا؟ فالبرامج اللي انس عم بيقدمها اليوم تعتبر جدا صغيره واصلا يمكن ما في حدا بيحضرها. ابن سوريا لقطة اقسم بالله ما صايرة بتاريخ الببجي. ابن سوريا كان واحد من اشهر يوتيوبرز الالعاب بالوطن العربي، وكان لعيب بلعبه ببجي لدرجه انه انت لما بتكون قاعد تلعب مع رفيقك وتشوف رفيقك قاعد بيلعب كتير منيح كنت بتقول له يا زلمه صاير مثل ابن سوريا. هذا الانسان حقق ارقام جدا ضخمه على اليوتيوب لدرجه انه وصل ل 7 مليون مشترك، وبالاضافه انه هو ب 2019 كان يعتبر من اكبر 10 قنوات جيمنج بالوطن العربي كلياته. ولكن ابن سوريا دمر مسيرته باليوتيوب كلياتها بسبب مواقف هو سواها واغلاط بسيطه خلته يخسر كل شيء. فبسنه 2021 يوتيوبر اسمه احمد ابو الرب، اتوقع كلياتكم بتعرفوه، عمل وقتها حمله خيريه، وهي الحمله كانت عباره عن انه هو رح يتبرع لاشخاص عايشين بالمخيمات بمصاري لحتى يقدروا يشتروا تدفئه، وبوقتها هي الحمله كانت كتير منيحه وساعدت مئات العائلات المحتاجه. ولكن ابن سوريا وهو بالستريم تبعه طلع وصار ينتقد احمد ابو الرب ويحكي انه هو الشيء اللي قاعد بيعمله اسمه رياء، وصار يحكي انه الناس ما هم محتاجين لاحمد ابو الرب، واحمد ابو الرب ما شغلته انه هو يساعد، وتهجم بطريقه جدا سيئه على احمد. هذا الشيء اللي دفع كثير من صناع المحتوى انه هن يطلعوا ويحكوا عن الموضوع ينتقدوا ابن سوريا، وبفتره كثير بسيطه ابن سوريا خسر نسبه كثير كبيره من متابعينه وكثير اشخاص صاروا يكرهوه. ولكن مع الوقت ابن سوريا كمل ينزل فيديوهات والناس نسيت وما عاد اهتمت بالموضوع، لحد ما بسنه 2022 ابن سوريا عمل اكبر غلطه بحياته خلته يخسر كل متابعينه. هي الغلطه صارت لما ابن سوريا طلع وتهجم على الحمله الخيريه اللي عملها ابو فله. فاذا انت ما بتتذكر، ابو فله وقتها عمل حمله خيريه كانت كثير فكرتها حلوه، واللي هي انه جاب حاله هو ورفقاته وحبسوا حالهم بغرفه، وما كانوا حيطلعوا من هي الغرفه لبين ما يجمعوا مليون دولار ويعطوها للنازحين. ففكره هي الحمله كانت كثير حلوه، هذا الشيء اللي دفع كل اليوتيوبرز وكل الاشخاص المشاهير بالعالم انه هن يفوتوا ويتبرعوا لابو فله. وبطبيعه الحال ابن سوريا كان فاتح لايف وقاعد بيلعب ببجي، وواحد من المتابعين حكى له ليش انت ما قاعد بتدعم ابو فله مثل ما باقي اليوتيوبرز والاشخاص المشاهير عم يعملوا. وهون ابن سوريا فجرها، طلع وانتقد ابو فله وصار يحكي انه هو عم بيستغل الناس لحتى يطلع مصاري، وبنفس الوقت صار ينتقد الاشخاص اللي عم بيتبرعوا لابو فله. اذنكم خلينا مركزين نحن على الشغل اللي نحن مختصين فيه، من بعد اذنكم لا ندخل بامور ثانيه لانه هذا مو شغلنا، هذا شغل الناس اللي اكبر. وفعليا هي كانت بدايه النهايه، لانه بمجرد ما ابن سوريا حكى بهي الطريقه بيوم واحد بس خسر اكثر من مليون متابع على قناته اليوتيوب، والناس بلشت تكرهه شوي شوي وبطلوا يحضروا. وبعدها بفتره كثير قصيره في شخص هكر قناته على اليوتيوب ومحاله كل الفيديوهات، وهون كانت نهايه ابن سوريا. وطبعا للي ما بيعرف، ابن سوريا هلا فتح مطاعم ومحلات وقصص كثير كبيره، فهو ما عاد مهتم اصلا لحتى يرجع على اليوتيوب. اما بالنسبه لليوتيوبر اللي بعده واللي هو سبوكي، سبوكي هو واحد من اليوتيوبرز اللي كتير قلال اللي انشهروا بسبب شخصيتهم. فبسنه 2017 و18 كان يعتبر واحد من اكبر اليوتيوبرز بالوطن العربي، وكان اي فيديو بينزله بيجيب ملايين المشاهدات. وفعليا هذا الانسان كان عشوائي بدرجه خياليه، فكان ينزل جيمنج، تحديات، مقالب، فلوجات، اغاني، اي شيء بدك اياه كان ينزله على قناته اليوتيوب. واذا انت ما بتعرف هذا الموضوع يعتبر جدا صعب، لانه اي يوتيوبر بيدخل على هي المنصه بيعرف حاله انه هو ما حينجح اذا ضل يعمل محتويات كثير، لازم تنقي محتوى معين تثبت عليه وتخلي الناس تحب هذا المحتوى لحتى تقدر تنشهر، ومع الوقت الناس يصيروا يحبوك. ولكن سبوكي كان غير،
سبوكي خلى الناس يحبوا شخصيته له وصار يعمل اي محتوى، وفعليا اي محتوى صار يسويه صار يجيب ملايين المشاهدات. ولكن فجأة سبوكي اختفى عن اليوتيوب وقناته انحذفت بشكل نهائي. قبل ما احكي لك ايش هو السبب اللي خلى قناة سبوكي تنحذف، خليني احكي لك القصة من الاول. سبوكي بفترة من الفترات كان عم بيجيب ملايين مشاهدات، كان يوتيوبر مكسر الساحة، ولكن حس حاله انه هو تعبان وحب ياخذ استراحة من اليوتيوب، واخذ فعليا استراحة طول يمكن شهرين 3 ما نزل فيها اي فيديو. ومثل ما انت بتعرف باليوتيوب لما انت بتسحب فالدعم عندك رح يموت بشكل نهائي، وهذا الشيء اللي صار مع سبوكي. سبوكي سحب عن اليوتيوب وقناته ماتت، فوصل لمرحلة انه قناة فيها ملايين المشتركين صارت يا دوب تجيب 10,000 او 20,000 مشاهد. فهون سبوكي شغل عقله وحكى لك انا كيف بدي ارجع الدعم؟ بكل بساطة بروح وبصير الجدل، وفكر فيها ولا اسهل طريقة انه هو يصير الجدل فيها انه يعمل حاله انضم للماسونية. طبعا هو ما انضم للماسونية ولا اي شيء، ولكن كان عم بيتظاهر بهذا الموضوع لحتى يطلع ترند، فصار ينزل فيديوهات فيها تلميحات غريبة عجيبة، صار يعمل اغاني ما حدا بيفهم ايش هي، كلمات مو مفهومة وبتدل انه هو شخص عم بيتعنف او شخص قاعد بيدخل على شيء ما حدا عرفان ايش هو. وفعليا وقتها قدر يرجع يطلع على الترند وجاب ملايين المشاهدات، ولكن فترة كتير قصيرة ويوتيوب كان مسكر له القناة بتهمة انتهاك ارشادات المنتدى. فاذا انت ما بتعرف يوتيوب على كل غلطة انت بتسويها بيعطيك انذار، وبمجرد ما تاكل 3 انذارات على قناتك رح تتسكر. فسبوكي بوقتها اكل 3 انذارات بيومين فقط بسبب المحتوى اللي هو كان قاعد بينشره، وقناته تسكرت. ومن بعد عمل قناة جديدة ولكن ما قدر ينجح فيها لانه خلص هو فقد الشغف لليوتيوب، وبنفس الوقت صار شخص الناس ما حابة تحضره. فمن بعد محاولات عديدة باليوتيوب سبوكي قرر انه هو يستسلم ويعتزل اليوتيوب بشكل نهائي، وطلع ببودكاست وحكى انه هو ما عم بيقدر يواكب التطورات اللي اليوتيوب قاعد بيمشي فيها، فلهذا السبب هو قرر يعتزل. ناز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ناز ومقطع جديد. مقطعنا اليوم فيه غرابة بالعناوين. بداية ناز على اليوتيوب كانت جدا غريبة، فهو بلش بمحتوى كتير قوي، محتوى كتير حلو، عبارة عن مقابلات مع الناس بالشوارع، مقالب وتحديات واشياء كانت كتير حلوة، ولكن مع الاسف هي الفيديوهات ما كانت عم بتجيب له دعم بشكل نهائي، لحد ما ناس قرر يقلب محتواه من محتوى المقالب والمقابلات مع الناس بالشارع لمحتوى ردات الفعل او الرياكشن. فناز يعتبر انسان جدا ذكي، لما شاف محتوى الرياكشن قاعد بيطلع ترند راح ودخل بهذا المحتوى وصار ينزل فيديوهات كل يوم، وبفترة كتير قصيرة قدر انه هو يوصل لفوق ال10 مليون مشترك على قناته اليوتيوب، واي فيديو صار ينزله صار يجيب له ملايين المشاهدات. انت متخيل انه يوتيوبر عم بينزل كل يوم فيديو، وكل فيديو عم بينزله عم بيجيب فوق المليون او المليونين مشاهده؟ فهذا الانسان صار يطلع شهريا من قناته اليوتيوب فوق ال60-70 الف دولار. ولكن فجأة ناز اختفى عن اليوتيوب، ومو بس اختفى عن اليوتيوب بل راح وعرض قناته اللي فيها فوق ال10 مليون مشترك على البيع. فشو هو السبب اللي ممكن يخلي انسان وصل لهي المرحله يكب قناته وبنفس الوقت يروح يبيعها؟ فعليا انسان قاعد ببيع تعب سنين. فانا رحت وبحثت بشكل كتير كبير بالموضوع وقدرت اعرف القصه بشكل كامل. ناس ضل 3 سنين على اليوتيوب قاعد بنزل كل يوم فيديو. طبعا هذا الموضوع يعتبر جدا متعب، قد ما كان محتواك سهل قد ما كان محتواك بسيط، فانك انت تنزل فيديو كل يوم هذا الشيء رح يخليك تتدمر. ولكن ناس قدر يستمر لمده 3 سنوات وهو قاعد بنزل كل يوم فيديو، لحد ما حس حاله انه هو كتير تعبان وقرر ياخذ استراحه عن اليوتيوب لمده شهر واحد بس. وبهذا الشهر ناس حس حاله انسان حر، حس حاله انه وقته لإله، ما عاد عنده ضغط، ما عاد عنده مشاكل، ما عاد عنده اشياء لازم يركض وراها. فلما شاف انه الوضع هيك قرر انه هو يترك اليوتيوب بشكل نهائي ويركز على السناب شات، لانه السناب شات يعتبر جدا بسيط، عباره عن انك انت تمسك موبايلك تصور يومياتك تجيب مشاهدات بعدين تعمل اعلانات وتاخذ منها مصاري. فناس قرر انه هو يكمل بهذا المجال ويعتزل اليوتيوب بشكل نهائي، ولحد هي اللحظه قناته معروضه على البيع ولكن ما في حدا عم يشتريها بسبب السعر الخيالي اللي هو طالبه. اما بالنسبه لليوتيوبر الاخير اللي معنا بهذا الفيديو واللي هو ساري جاد. وبعد السلام عليكم، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ساري جاد بفيديو جديد. الفيديو يا جماعه راح يكون من محمد من مصر. محمد بيقول ساري جاد هو يوتيوبر سوري بيقدم نفس المحتوى اللي بيقدمه ناس تماما، واللي هو محتوى الرياكشن، لانه محتوى الرياكشن كان ترند بشكل كتير كبير. فساري جاد كان يجيب ملايين مشاهدات على كل فيديو كان بينزله على اليوتيوب، وكمان كان ينزل كل يوم فيديو. ولكن هون القصه شوي بتختلف، لانه ما هو سحب عن اليوتيوب وانما اليوتيوب نفسه هو اللي سحب عليه. فساري جاد بيوم من الايام صار معه حادث بسيارته واحترق جسمه بسبب هذا الحادث، وسحب وقتها عن اليوتيوب يمكن اسبوع او اسبوعين، وبعدها طلع وسوى فيديو وحكى عن الموضوع وقال انه انا انحرقت، وعرض صور لنفسه وهو محروق، وهذا الشيء بيخالف ارشادات اليوتيوب بشكل نهائي. فيوتيوب لما شاف انه ساري جاد عمل هي الحركه سكر قناته وحتى ما اعطى انذارات، فورا مسك القناه وسكرها. ومن بعد ساري جاد عمل كذا قناه ثانيه ولكن ما قدر انه هو ينجح، لانه خلص باليوتيوب بمجرد ما انك انت تنجح مره وتوصل لمراحل جدا كبيره كثير صعب او شبه مستحيل انك انت ترجع تبلش من الصفر وتنجح من اول وجديد. وبالحديث عن الغلطات البسيطه اللي ممكن تنهي قناتك على اليوتيوب، هل كنت بتعرف انه في يوتيوبرز عرب دمروا مسيرتهم بايدهم وخلوا كل الناس يكرهوهم؟ اذا كنت مهتم تعرف اكثر عن الموضوع بوس على هذا الفيديو، وبنفس الوقت اشترك بالقناه وفعل زر الجرس. بشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.